الخطيب استدعى حسام البدري لمكتبه أنا النادي الأهلي أنا تحت أمره في أي وقت يعني. وهيخيروا بين منصبين وحسم صفقة بن شرقي خلال ساعات. شرقي الأخبار اللي عندنا إنه هيضحي علشان الأهلي. بيبو جاب اخره من كولر وقلع له الحزام بعد ضياع فوز سهل على بيراميدز. الاهلي كان فيه زياده لاعبين باضافه الحكم محمود البنا وبطرد اللاعب احمد توفيق وبركله جزاء مهدره في الوقت القاتل باستعراض امام عاشور. الخطيب تقمص الدور وقال العيب مش على الصفقات، العيب في النظام يا بهايم. واخيرا قرر بعد طول انتظار الاطاحه بسويسري مارسيل كولر عشان يحسم الحرب البارده اللي بداها الخواجه في الاعلام بعد ما طفش نص لعيبه الفرقه وعلى راسهم ديانج وعبد القادر، وصمم على صفقات منتهيه الصلاحيه زي انتوني مودست، غير اللخبطه في التشكيل زي ما بدا النهارده بامام عاشور مهاجم وهمي ومصطفى العش باك شمال، وحرم الاهلي شوط كامل من المهاجم السلوفيني